تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. عواشركم مبروكه بمناسبه عاشوراء، ان شاء الله بمغفره الذنوب وبالاعمال الصالحه. كما كتعرفوا حنا المغاربه اي مناسبه كنوجدوا لها شنو الحلويات. هادشي ما عندنا ما نديرو. المهم بهذه المناسبه هذه بغيت نشارك معكم واحد الغريبه اللي هي تقليديه 100% وما كاينش اللي ما كيديرهاش وما كاينش اللي ما كتعجبوش. غادي نشاركها معكم. خديتها من عند واحد السيده كتشكر فيها وقالت بانها كتستقلها. انا كانت كتستقلي ولكن ما عرفتش شنو وقع. المهم غادي نجربها معكم كما العاده. صدقات غادي نوريها لكم، ما صدقاتش غادي نوريها لكم. بسم الله على بركه الله. نبداو المقادير من بعد ندوزو للطريقه. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 250 ديال السميده الموين على هذا الشكل. عندي 250 ديال الكوك يكون مزيان ماشي داك المخشب. عندي هنايا كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، 3 ديال البيضات متوسطين الحجم. عندي فانيلا وندير حتى القشره ديال الحامض. وعندي هنايا ما زهر بالنسبه باش ما غاديش نديرها في وسط منا غير من غادي نبغي نكور. وسكر كلاصي الممتاز. هادشي هو اللي عندي. وخماره من وزن 15 غرام. هادو هما المقادير اللي عندي كما كتشوفوهم قدامكم. غادي نبداو الطريقه. بالنسبه للطريقه شنو غادي نديرو؟ غادي نبداو نحك بعدا هاد الحامضه، قشره ديال الحامض. كنعرفوا بان الحامض كيحيد ديك الزفوره ديال البيض. بعض المرات انا واخا كندير الفاني كتبقى لي داك الزفوره ديال البيض انا ما عنديش معاها. كاس ديال سنيده، الفاني، صافي. هنايا من بعد ما ضفنا السميده والكوكو والخماره خلوها ترتاح واحد شويه، نبداو نكوروها ونديروها في السكر كلاصي. هانتوما معايا.
الفران من قبل مني كنت نكورها راني شعلته على اقصى درجه، ومن بعد ما غادي ندخلها غادي نديرها الفوق وغادي نقص نردو حتى 180 وغادي نخليها تقريبا ما بين 15 من 10 دقائق حتى 15 دقيقه بركه. نبدا غير لتحت دير شي شويه ونحيدها لانها ما فيهاش زعما شي حاجه اللي غادي تطيب. نخرجها نشارك معكم الشكل النهائي. هذه هي اللاطه ديالي الاولى من بعد ما خرجتها من الفران 15 دقيقه نيشان. ما تزيدوش عليها، نستناها شويه على ما تبرد. كما كتعرفوا الا حيدتها وهي بارده راه غادي بغيت نوريكم غير شي وحده، ولكن راه مازال حتى تقبط راسها مزيان. وديك الساعه غادي نشارك معكم الطبق النهائي. وصراحه الله حتى تجي روعه روعه. ها نتوما كما كتشوفوا دقيقه فين هي نوريكم عيده زوينه. هذه فين هذه كلهم صراحه الله زوين. شكرا ليك نوال لي من هذا المنبر على هذه الوصفه، تولي معتمده. ما بقاش نخاف من الغريبه صراحه. كنت نخاف، كنت ندير كوموند للناس وملي كيطلبوا لي غريبه كندير بالناقص منها لانني كنخاف نمشي نقول نعطي الكلمه ونصدق ما وافياش بها. ولكن دابا شكرا لك من هذا المنبر غادي نبقى نزعم عليها. شكرا ونتمنىكم تجربوا هذا الوصفه. وكان هذا هو الشكل ديال الغريبه ديال السميده والكوك. صراحه الله طلعت واعره، طلعت ناجحه 100%. كنتمنىكم تجربوها ما غاديش تحشمكم، وكتجي في المذاق زوينه، كتجي هشيشه ومعلكه في نفس الوقت. لاول مره انا كتعجبني صراحه الله. كنت نشوفها دائما في التصاور وكنتمنى تجيني بحال هكا، ودابا الحمد لله هي صدقات. كنتمنىكم حتى نتوما تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. اللي مازال ما انضمش للقناه ديال غزال ام ريان وتسنيم ينضم ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. كندير فلوغات، كندير طبخ، اكثريه كندير طبخ، مره كندير فلوغات. اللي عجبو هاد لا فيديو يدير لايك ويخلي لي تعليق زوين، اللي ما عجبوش يخلي لي تعليق كذلك، وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. عواشركم مبروكه والى اللقاء ودمتم سالمين.